تبدأ قصة الكتاب ببنت اسمها مريم، والبنت ديت شغالة جديد في بنك، واشتغلت في حاجة اسمها الفينتك، وكانت شاطرة جدا في شغلها، وكمان هي كانت ذكية جدا. مريم كانت تعتبر وحيدة وملهاش حد في الدنيا إلا صديقة مقربة ليها اسمها ليلى، عايشة في ألمانيا من سنين طويلة، وبالرغم من إنهم في بلدين مختلفين ولكن هم فضلوا مقربين من بعض. في يوم بتبدأ مريم يومها كالعادة، هي بتحب تمارس رياضة اليوجا في البلكونة عندها زي كل يوم، وفجأة بتسمع صوت خناقة واحد ومراته من اللي ساكنين قدامه، بسبب إن الزوج متعود يقعد في الوقت ده في البلكونة علشان يتفرج على مريم، وطبعا مراته مرحمتوش، فبتقفل مريم الستارة وبتخش تكمل يوم. فجأة الجيران اللي كانوا بيتخانقوا لقوا إن شقة مريم كلها انفجرت واتفحمت، ومعرفوش يخرجوا مريم اللي للأسف ماتت جوه. الشرطة جت وأكدت إن الجريمة دي اتعملت بفعل فاعل، والانفجار دوت مش طبيعي خالص، ولكن بسبب إن الجريمة دي معمولة على أكمل وجه معرفوش يوصلوا للقاتل. في نفس الوقت بتنزل ليلى من ألمانيا علشان تدور على دليل أو حاجة تدين الناس اللي قتلوا مريم، وهي مصممة وعارفة إن هي ذكية جدا وهتوصل لهم مهما كان التمن. وكمان مريم اتواصلت معها قبلها بكام يوم وقالت لها إن هي هتتقتل، ومش كده وبس، قالت لها إن هي مش تقدر تهرب، الناس دي أقوى منها. ولكن هل هتعرف مريم توصل للقاتل ولا هتواجه نفس المصير؟ وطبعا كل ده هتلاقوه في كتاب مقتل مريم الحاوي للكاتبة إنجي هديب،